بيكم حلقة جديدة من مصريات. صلاح الدين الأيوبي، أحمد شوقي، والمفكر قاسم أمين، والمخرج علي بدرخان، والموسيقار عمر خورشيد. يا ترى إيه اللي جمع كل الأسماء دي على نفس السطر؟ تعالوا نعرف مع بعض بعد الفاصل. أهلا وسهلا بيكم، ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل. عاش على أرض مصر جنسيات وأعراق كتير، واتقال على مصر أم الدنيا بسبب كتر الأعراق والجنسيات اللي جت على أرض مصر، زي اليونانيين والفرنسيين والطليان والإنجليز ومن كل بلاد العالم. ومن ضمن الأعراق دي كان الكرد. يا ترى إيه تاريخ الكرد في مصر؟ وإيه تاريخ التواجد الكردي على الأراضي المصرية؟ علاقة الكرد بالمصريين بتمتد لمئات السنين، بل إن بعض النقوش من تل العمارنة بتقول إن العلاقة بتمتد لحد القرن ال14 الميلادي، وتحديدا من أيام المصريين القدماء. في عهد إخناتون لقيوا بعض الرسائل اللي بتأكد تبادل الهدايا ما بين البلاط المصري القديم وما بين بلاط الميتانيين اللي هم أجداد الكرد. وكان في زواج ملكي ما بين المصريين وما بين الميتانيين أجداد الكرد. توافد الكرد بأعداد أكتر مع بداية التاريخ الإسلامي والوسيط لمصر، ومع بداية حكم الدول على مصر، ومنهم مثلا أبو الحسن سيف الدين علي ابن سلار، واللي تولى منصب الوزارة في القاهرة في عهد الخليفة الفاطمي الظافر العبيدي. كان قائد عسكري وإداري بارز، وعمل على إنشاء المدارس، ومن ضمنها مدرسة الشافعية بالإسكندرية. ده بالنسبة للكرد في عهد الدولة الفاطمية. لكن في عهد الدولة الأيوبية بيفاجئنا الكرد بواحد من أهم اللي حكموا مصر لغاية النهاردة. المؤرخين بيكتبوا عنه وبيأرخوا ليه، واتكتب اسمه في التاريخ بحروف من نور، وهو القائد صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي جه لمصر لأول مرة مع عمه أسد الدين شيركو ضمن الحملات اللي نظمها محمود الدين زنكي أو العائلة الزنكية لحماية مصر من خطر الحملات الصليبية. وفي سنة 1169 تم تعيين صلاح الدين الأيوبي وزيرا للخليفة الفاطمي العاضد بالله. وفي الوقت ده الدولة الفاطمية كانت في مرحلة الهشاشة الأخيرة، زيها زي أي دولة، زي الدولة العباسية، زي الدولة العثمانية، بينطبق عليها دورة الحياة للدول، واللي بتشبه كتير دورة حياة الإنسان. بتبدأ زي الطفل، وبعد كده مرحلة الشباب والفتوة، ودي بتبقى أقوى مرحلة للدولة، ثم مرحلة الكهولة والضعف حتى السقوط. الحقيقة إن صلاح الدين قضى على كل ما تبقى من الدولة الفاطمية علشان يحكم مصر تحت لواء الدولة العباسية. صحيح ده كان بشكل صوري، يعني صحيح بيتقال اسم الخليفة على المنابر وبينطق اسمه ويدعى له في خطب الجمعة، لكن السلطة الأساسية كانت في إيدين صلاح الدين الأيوبي. اعتمد صلاح الدين بشكل أساسي في حكمه لمصر والشام أكيد على بني عرقه من الكرد، وكون جيش بينتمي فيه أكتر من عرق، الكرد والعرب والترك. والحقيقة الجيش ده سجل واحدة من أوسمة الشرف للمصريين وللمسلمين لما انتصروا في معركة حطين، وقدروا يرجعوا القدس الشريف مرة تانية في حوزة المسلمين من الصليبيين. بنى واحدة من أهم معالم مصر، وهي قلعة الجبل اللي بتعرف دلوقتي بقلعة صلاح الدين الأيوبي. قفل الأزهر لمدة 100 سنة علشان يقضي على بقايا الفاطمية الشيعية، وبنى عدد من المدارس. بمناسبة الأزهر، فالكرد كان لهم رواق في الأزهر زي رواق المغاربة ورواق الصعايدة، والدراسة في الرواق الأزهري ما كانتش مجرد تردد على الأزهر بس،
لكنها كانت أشبه بمدينة الطلبة، يعني رعاية شاملة للطلبة واهتمام. أسسوا بعض الأمراء من الكرد بنفقة خاصة منهم. طلع لنا عدد من الشيوخ المشاهير في الوقت ده، من ضمنهم الشيخ محمد الكردي الشافعي، واحد من أبرز مشايخ المذهب الشافعي في مصر، والشيخ محمد ابن مصطفى الكردي الأزهري، واللي تولى مشيخة رواق الأكراد في أواخر القرن ال18. وفي القرن ال19 الشيخ أحمد الكردي. بنلاحظ دايما أنه بيزيل أساميهم بأسماء الكردي، بلقب الكردي والأزهري، فخرا منهم وعزة بالانتماء للعرق الكردي والانتماء لهذا الصرح الكبير الأزهر. بس في الحقيقة دراسة الكرد في الأزهر لم تتوقف على الدراسة فقط، أو التواجد الكردي في الأزهر لم يتوقف على الدراسة فقط، بل كان همزة وصل مهمة جدا ما بين الكرد وكردستان كلها وما بين مصر. ساهم عدد من الكرد اللي درسوا في الأزهر بوجود تواصل علمي ما بين القاهرة وما بين كل ربوع كردستان، وساهموا في إنشاء المدارس العلمية في بلادهم بعد ما تلقوا العلم على إيد كل اللي اتعلموا في الأزهر. ومع حكم محمد علي اعتمد على عدد كبير منهم، وكان بيدي بعض الإقطاعيات والأراضي الزراعية لعدد منهم من اللي جايين من الأناضول ومن ديار بكر. الحقيقة وهم عايشين على الأراضي المصرية ما كانوش منعزلين أبدا عن المصريين، بالعكس اندمجوا فيهم وصهروهم واتجوزوا منهم، وطلع لنا أكتر من حد مصري خالص بامتياز لكن بيمتد ليه جذور كردية، زي مثلا أمير الشعراء أحمد شوقي صاحب نهج البردة، وقاسم أمين صاحب الفكر الجديد والمتحرر، وكمان عمر خورشيد أول حد بيدخل الجيتار في فرقة الموسيقى العربية. مش بس كده، كان عندنا كمان علي بدرخان المخرج اللي أخرج أفلام أم كلثوم وفريد الأطرش. كل دول بينتموا لجذور كردية، صحيح مصريين بامتياز لكن لهم جذور كردية. أخيراً ومع بداية القرن العشرين رجع عدد من الكرد لمصر مرة تانية بسبب بعض التوترات السياسية في بلادهم وبعض القمع اللي كانت بتمارسه الدولة العثمانية والترحيل ومنع اللغة ومنع الأسماء الكردية في بلادهم، فبالتالي جه عدد منهم لمصر. وده خلى مقداد مدحت بدرخان يقرر ينشئ أول جريدة كردية تطلع من قلب القاهرة يوم 22 أبريل 1898 عشان يحتفل الكرد بتاريخ أول ظهور صحيفة كردية من أرض مصر، ويكون بالنسبة لهم عيد للحرية والصحافة. والحقيقة ما كانتش أول جريدة كردية بس طلعت من أرض مصر، لكن كمان أول مطبعة كردية كانت برضو في أرض مصر سنة 1898. وبعدها بسنة الشيخ فرج الله الأزهري الكردي يقرر يعمل مطبعة تانية في حي الجمالية باسم كردستان العلمية. والحقيقة كمان زي ما كانت أول جريدة في مصر وأول مطبعة للكرد في مصر، كمان أول إذاعة كردية بثت من الأراضي المصرية سنة 1958. ومن المفارقات اللطيفة إن كان من ضمن المذيعين اللي بيتدربوا في الإذاعة الكردية الدكتور فؤاد معصوم، واللي بعد كده أصبح رئيساً للعراق. في الحقيقة لسه أول الحاجات الكردية في مصر ما خلصتش. عندنا في 1962 لما بتقوم ثورة أيلول بقيادة مصطفى البرزاني ضد حكومة عبد الكريم قاسم في العراق، بيكون أول تمثيل للكرد من الخارج من الأراضي المصرية من قلب القاهرة. وكمان عندنا أول زعيم عربي بيقابل بشكل رسمي زعيم كردي كان الرئيس جمال عبد الناصر سنة 1958. ومش بس كده، كمان عندنا أول قنصلية عربية كانت في أرض كردستان العراق بشكل رسمي، كمان هي كانت قنصلية مصر سنة 2009. رئيس جاي القاهرة يا بشي كردي. پروگرامی لاپەڕەی نەمران.
پرۆگرامی لاپەڕەی نەمران پرۆگرامێکە هەموو ڕۆژێکی شەموو پێشکەشتانی ئەەکەین. لاپەڕەی نەمران لە 7 دقیقە پێشکەشتان دەکرێت لەو پیاوە گەورانەی کە خزمەتێکی زۆر گەورەیان هەبووە بۆ پێشکەوتنی ئادەمیزاد. نەمری ئەم هەفتەمان طەبەریە. زي ما بيحتفي الكرد بأول صحيفة وأول إذاعة وأول قنصلية وتاريخ هايل من الحب ما بين المصريين والكرد شفناه مع بعض، احنا كمان بنحتفل بمصريتنا وأرض مصر اللي رحبت بجميع العرقيات وجميع الجنسيات ويوما لن تلفظ أحد. دي كانت حلقتنا للنهاردة، نشوفكم في حلقة جديدة من مصريات.